السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة قررنا كده ان احنا نعمل طواجن مكرونة بالبشاميل زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله تحفة. يعني الطعم خرافة بجد. انا بصراحة اول مرة اجرب المكرونة البشاميل في الطواجن. تمام، زي ما انتم شايفين كده اللون والطعم كمان حاجة كده. بصراحة بتودينا في حتة تانية. ودي شوربة خضار، يعني أنا كنت عاملة يدوبك أكل خفيف كده، مكرونة بالبشاميل وشوربة خضار وسلطة وفراخ محمرة. بس احنا تقريبا من أول رمضان كده ما عملناش طبيخ اللي هو أول يوم رمضان. صينية بطاطس هي دي اللي احنا عملناها، وملوخية. تمام. بس طبعا احنا بنعمل ملوخية دي أساسا، يعني اساسا موجودة دي كل يوم على الفطار يعني، بس النهاردة ما عملناهاش يعني. آه كده بقى بنغرف كده الاكل الجميل، واكل خفيف كمان يعني. بصراحة حتى ما شاء الله من حلاوة الاكل يعني. احنا كنا الطاجن ده كله. قبل اي حاجة ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كده خلاص المغرب أذن على أذان كده، فاحنا قاعدين بنشرب العصير. حطينا بقى الطاجن بتاعنا. انا كنت عامله 4 طواجن صغيرين، والطاجن الكبير ده. تعالوا بقى نشوف المقادير. معايا كيلو مكرونه عفوا. آه و4 طواجن مختلفين اللي هو صغيرين. والطاجن الكبير ده كنت جايباه قبل رمضان كده. تمام. ومعايا نص كيلو دقيق، بس انا نص كيلو الدقيق ده ما استعملتهوش كله، حطيت حوالي ربع كيلو دقيق بس. ومعايا طبعا نص كيلو، لا كيلو الا ربع لحمة مفرومة. تمام. المية دي بسخنها علشان المكرونة، ودي زبدة حطها وحاطة في قلبها توابل. هبتدي بقى احط الدقيق. احطه كده، ما احطش النص كيلو كله زي ما قلت لكم اهو حطيته. طبعا انا بقلب جامد علشان بس الدقيق كله يتشرب السمنة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انت لو عايزة تحطي شوربة حطي، عايزة تحطي شوربة ولبن حطي، او لبن بس. زي ما بتحبي يعني. فانا دلوقت انا عندي شوربة، فانا حطيت الشوربة لان اللبن مش متوفر عندي حاليا، فانا عملتها بشوربة. فهي بصراحة طعمها جميل جدا برضو بالشوربة، مش وحشة يعني. هبتدي بقى اقلب جامد علشان ما تكلكعش منك. تمام. ايه انا لان انا ماسكه التليفون بايد، و- وبقلب بايد يعني، بصور بايد وبقلب بايد. فابتدي اقلب جامد جامد كده اهو. بعزم عندك يعني، ما توقفيش، لان البشاميل اللي بيكلكع منك حتى لو كلكع منك. تمام. بتبتدي بقى لو عندك مضرب بيض او اي مضرب سلك يدوي، فابتدي بقى تقلبيها كده وتسلكيها. كده المية غليت معانا، فحطيت كيلو المكرونة، كنتش ناوية احطه كله فحطيته بقى. بس طبعا انا حاطة في المية معلقة ملح كده، علشان بس المكرونة بتاعتنا تبقى ايه، مملحة يعني. ولو حابة تحطي معلقة زيت، بس انا مبحطش معلقة زيت علشان المكرونة تمسك في بعضيها في الطواجن. هبتدي بقى. انا جايبة معلقة زبدة زي ما انتوا شايفين كده، ده سمنة مقدوحة يعني. اغلف الطواجن بتاعتي بالسمنة كده زي ما انتوا شايفين. الطواجن كلها اهي. صلوا على النبي يا جماعة. تمام. اهي. الطواجن يعني مقاسات مختلفة. يعني دول 2 شكل و2 شكل، والطاجن الكبير ده. تمام. اهي. ابتدي بقى اغلفها كده واشوف بقى المكرونة بتاعتي استوت ولا لأ. واجيبها بقى، واجيب البشاميل بتاعي وابتدي ارص. انا فيه في مقطع كده كنت بصوره، فهو ما جاش
في التصوير او صورته، وبعد ما صورته جيت امنتج الفيديو ما لقيتهوش، يعني ما لقيتهوش ان هو اتسجل على التليفون. تمام، اللي هو المقطع بتاع اللحمة، بتاع التعصيجة بتاع اللحمة نفسها. هبتدي كده بقى كده، خلاص انا طفيت على المية، هبتدي اصفيها زي ما انتوا شايفين كده. بس انا مش بخليها تستوي جامد. اهي شايفين البشاميل اللي ما شاء الله عليه، مفيش اي تكتلات فيه. اهي شايفين ما شاء الله. ابتدي بقى احط كده في الطواجن كلها كده، كل واحدة اهي معلقتين كده زي ما انت حابة يعني، في القعر كده. وابتدي بقى ارص المكرونة. ماشي، انا كنت حابة ان انا ارص واحدة واحدة واحدة، فلقيت يعني حاجة كده هتاخد وقت طويل يعني، فابتديت ان انا ارشرش كده. كنت ببتدي بقى ارص كده اهو، شايفين. آه مع انها يعني هي الطاجن، انا ما خرطتوش بصراحة، احنا كنا كده بالشوكة اهي. انا مبسوطة قوي بالبشاميل، عمالة ارفع كده، لانه بصراحة نجح معايا جدا يعني، ما كانش فيه تكتلات يعني ما شاء الله. اهي هبتدي بقى اصب في الطواجن كلها كده البشاميل بتاعي اهو. طبعا انا صبيت البشاميل وكنت ناسي اصلا ان انا اعصج اللحمه. بصيت ايه ده انا عامله المكرونه وعامله البشاميل ونسيت اعصج اللحمه. فرحت طلعت بقى اللحمه من الفريزر، وخرطت البصل وخرطت الشطه، وحطيت له التوابل. وبعد ما بعصجها كده، استغفر الله، بعد ما بعصجها ببتدي احط لها نص كوباية مية شاي، مج شاي كده للحمة علشان بس تستوي معانا. اهي ابتدي بقى ارص كده اهي، ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اهو، يلا اسيبكم بقى تتفرجوا كده على الفيديو براحتكم. ماشي.